اتفضحت يا فخر العرب، واللي حصل حصل. ما تطلعش تتكلم تاني تشحت علينا، وخليك مركز عشان عيد الهالوين قرب خلاص. الحق بقى استعد يا محمد يا صلاح، وخلينا احنا هنحل الموضوع بمعرفتنا. خلاص يا صلاح، احنا عندك فعلا ارخص من القطط والكلاب. عرفنا غلاوتنا، والشعب الفلسطيني اللي كان بيدعمك وخلاك تصويت رقم 1 بالنسبة له في اي جايزة، عارف انت ايه؟ وبانت حقيقتك اللي كنت بتحاول تداريها يا مو صلاح. كلنا شفنا الفيديو اللي ظهر فيه محمد صلاح على صفحته بعد سكوت طويل، واللي قال فيه كلام غير اللي الناس كانت مستنياه يقوله خالص. وتحس ان الشخص ده اتبدل او مش هو، ومش بيحس بينا، وقد ايه احنا مقهورين وزعلانين منه بسبب سكوته كل ده. قال محمد صلاح في الفيديو: ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة. شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب. لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها. يجب أن تتوقف الحرب، فالعائلات تتقطع أواصرها. يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود. محمد صلاح خلاص قلع جلابيته ولبس الشورت وسمى نفسه مو صلاح. وبعد الفيديو ده الناس اللي كانت مش قابلاك زادت أكتر. أنت لا تصلح أن تكون فخر للعرب، أنت فخر لنفسك وبس.